تسجيلا للبي اس جي منذ الدقيقة الثالثة. قبل يعادل كريستيانو رونالدو النتيجة لفريق موسم الرياض من ركلة جزاء عند الدقيقة 34. ومنح الحكم المباراة بطاقة الحمراء لمدافع البي اس جي الاسباني إخوان جرنات بعد تدخله القوي على السلم الدوسري في الدقيقة 39. وأضاف مارتينيوس الهدف الثاني للبي اس جي عند الدقيقة 43. وأهدر نيمار فرصة تعزيز النتيجة بإهداره ركلة الجزاء عند الدقيقة 44. بعدها عادل رونالدو النتيجة في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول مسجلا هدفه الشخصي الثاني. في الشوط الثاني أضاف سيرخيو راموس الهدف الثالث لباريس سان جيرمان عند الدقيقة 54 أو 53 بعد استغلال